حالة من الحزن والصدمة بتسيطر على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف. زلزل خبر وفاته مشاعر الجميع، خاصة أن الراحل اجتمع على حبه كل من تعامل معه. وقد أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز غدا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز، قالوا انه كعادته وصل بعد الظهر للوكيشن تصوير مسلسل بقينا اتنين، وداعب الجميع كعادته بابتسامته الجميلة، وبدأ الاستعداد لتصوير المشهد. وبعد فترة أصيب طارق بتشنجات وسقط بشكل مفاجئ، وتم نقله سريعا للمستشفى، لكن بعد وصوله مباشرة توفى وسط صدمة للجميع. والكل قال ان الفنان طارق كان كويس جدا وما كانش بيشعر بأي حالة من التعب خلال الأيام الماضية في التصوير، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ لتشكل صدمة للجميع. وكشف المنتج كريم أبو ذكري عن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز قائلا: طارق كان بيواصل تصوير مشاهده في العمل صباح اليوم، وكان بصحة جيدة للغاية، لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالي الساعة 1:30، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه وافته المنية. وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة قلبية منذ عدة أشهر، دخل على إثرها المستشفى، وخرج بعدها ليؤكد أنه بخير وقادر على العودة للعمل. ووقتها الفنان طارق عبد العزيز كتب بعد خروجه من المستشفى: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامة بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي، على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من الدكتور أشرف زكي مرارا بالعزيزة نهاية العنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي. ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله وذويه إن شاء الله. وبعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، كشف المخرج مجدي الهواري عن وصيته التي أبكت الجميع. ونشر الهواري صورة للراحل طارق عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق وقال: زي ما قلتلي لما اموت يا مجدي ابقى قول للناس عندك تترحم عليا، انت حبايبك كتير. حاضر يا طارق والنبي يا ناس، دي وصية، تعالوا نترحم عليه كلنا. واضاف: بس عايز اقولك انك حبايبك كتير قوي انت كمان يا طارق، واخد الدليل رحمة الله عليك يا صاحبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومش مصدق والله إلى الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه يا رب. وده كان خبرنا النهاردة. أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة ويحط لايك جميل زيه. دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه، مع السلامة في خبر جديد.